الجمهورية زاهر صوت مصر للفيفا قرار سيادي. مصر اليوم اتحاد الكرة يفتح باب الترشح للانتخابات التكميلية خلال أيام. اليوم السابع الجباس مع محترف الفراعنة أمام جنوب أفريقيا. الوفد مدرب الأولاد قادرون على مواجهة جماهير مصر العدائية. مصر اليوم دعوة المنتخب للعب مع الأرجنتين في بيونس آيرس 20 يونيو وشحاتة يؤجل التجمع للأولاد. الأهرام 3 مباريات تشكل القمة والقاع في الدوري اليوم. اخبار اليوم يا جنايني الحقنا شيكابالا ب 27 مليون جنيه ويرفض التنازل عن ال 8 مليون في الموسم. الجمهورية عمرو زكي اهلا بحمدي وميدو وعيد والزمالك يحب الزياده. يلا كوره ابراهيم يطالب جماهير الزمالك بالروح الرياضيه منعا للمزايدات للمزيد من الغرامات الماليه. مصر اليوم محمود سعد يهدد بالاستقاله من الزمالك وازمه بسبب تجديد عقد هاني سعيد. الجمهورية الإسماعيلي في القاهرة الليلة لمواجهة المقصة غدا بالكلية الحربية. الأهرام المسائي الاقتراب ممنوع من لاعبي الإسماعيلي. مصر اليوم المقصة يتهم لجنة المسابقات بالعشوائية. أهرام المسائي فاروق جعفر في حوار شامل الدوري دمه تقيل هذا الموسم. الوفد ساندرلاند يطلب التعاقد مع المحمدي نهائيا. الأهرام وادي دجلة يفوز بدوري الناشئين لكرة القدم مواليد 96. الأهرام إجبار مدرب منتخب شباب اليد على الاستقالة. الوفد الهلال بطلا للدوري السعودي دون هزيمة. الوفد أليكس فيركسون أفضل مدرب بإنجلترا للمرة التاسعة. الأهرام فضيحة الرشاوى تهز من جديد جمهورية الفيفا. الوفد مانشستر يعرض 180 مليون يورو مقابل البرتغالي رونالدو. نادي مانشستر يونايتد مانشستر سيتي بيعرض 180 مليون يورو مقابل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد. يعني 180 مليون يورو طبعا مبلغ رهيب جدا. الشيخ منصور بن زايد مالك النادي مانشستر سيتي قال ان قيمة الصفقة القياسية 180 مليون يورو. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الشيخ منصور يحاول الاستفادة من خبرة رونالدو الطويلة بالملاعب الإنجليزية التي غادرها قبل موسمين إلى ريال مدريد ب 96 مليون يورو. الرئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر أكد لصحيفة ساندي تايمز الإنجليزية وافقت على جلب مسرب الأخبار في قضية دفع أموال للتصويت على ملف قطر لاستضافة 2022 إلى مقر الاتحاد في زيورخ كي يشهد شخصيا في هذا الموضوع. قال بلاتر ننتظر بفارغ الصبر القرائن أو غير القرائن كي نتخذ الإجراءات المناسبة. وافقت الصحيفة على جلب هذا المسرب إلى هنا في زيورخ ثم نقوم بالتحقيق في هذا الموضوع. وسيجري التحقيق أمين عام الفيفا جيروم فالك والمدير القانوني ماركو. وذكر موقع ASB الأمريكي أن المسرب الذي عمل سابقا في ملف قطر 2022 زعم أن كل من الاتحاد الإفريقي عيسى حياته والإيفواري جاك أنوما عضو اللجنة التنفيذية حصل على 1.5 مليون دولار مقابل التصويت لقطر. وأن صحيفة ساندي تايمز قدمت إثباتات للجنة البرلمانية الإنجليزية في وقت نفى فيه الثنائي تلقيه أي رشوة. حسسني ان قطر يعني خدت كاس العالم. لما خدت كاس العالم واخداه بمباركه بلاتر. انتوا فاهمين يعني ايه مباركه بلاتر؟ ما بلاتر مبارك هذا الموضوع وهو اللي اعلنه امور زي الفل. يعني طبعا لما ترشح بن همام قصاده عمل له قلق فبالتالي نطلع بقى القصص دي كلها. لكن تاكدوا بنسبه 200% ان قطر لما خدت كاس العالم 2022 واخداها بمباركه تامه من بلاتر ورجاله بلاتر وما كانش فيه اي مشكله تماما. هذه المشاكل كلها ما ظهرتش غير لما بن همام رشح نفسه. نادي ساندرلاند طلب رسميا من نادي امبي التعاقد مع المحمدي نهائيا. دي كل الاخبار اللي عندي النهارده. ما عنديش اخبار جديده غير خبر واحد بس ان نادي الهلال السوداني بعت عرض رسمي للنادي الاسماعيلي عايزين فيه محمد صبحي. ومحمد صبحي موافق. ابدا محمد صبحي موافقه على الانتقال لنادي الهلال السوداني. وقال ان ده في عرض رسمي. وذكرت الصحف السودانيه ان مجلس اداره نادي الهلال بيرغب في التعاقد مع محمد صبحي للاستفاده من خدماته كحارس مرمى على غرار استخدام المريخ لعصام الحضري.
طيب عندنا خبر تاني ان كابتن صلاح الناهي بعد ما طلع معانا هنا في البرنامج من 3 ايام وقال ان انا سبت غزل المحله نظرا لان في مجموعه جماهير وهو سماها البلطجيه، طول التدريبات بتشتم فيه وطول المباريات بتشتم فيه، يكسب يخسر بتشتم فيه، فساب الفرقه ومشي. الاخبار اللي جاتني دلوقتي من المحله انه رجع مره تانيه لفريق غزل المحله وهيقود التدريبات. بعد الفاصل ان شاء الله الاعلاني نتواصل.